السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ رجعت اخيرا في فيديو جديد. انا عارفه اني بطول فتره، يعني كل اسبوعين كده ولا حاجه عبال ما فيديو بينزل لكم، ممكن اكتر كمان. انا فاكره الفتره اللي طولت فيها، بس والله لان انتوا عارفين ان الواحد يدخل حاجه جديده فطبيعي تبقى فيها لخبطه مش طبيعيه. طبعا اللخبطه دي بتاخد حبتين تلاتة كده عبال ما تتأقلم على الوضع اللي انت فيه. فالموضوع كان صعب بصراحة. يعني بصراحة حرفيا اول كده 4 اسابيع في الكلية فهم كانوا مش عايزة اقول بجد. حرفيا انا كنت لا لازم نذاكر عشان في كويزات كتيرة، لو مفيش حد بيرحمنا يا جماعة. محتاجة ان انا اتأقلم على الكلية، محتاجة اتأقلم على المواعيد. النهاردة الخميس، اليوم اجازتي زي ما قلت لكم، هو الخميس والجمعة يوم اجازتي. حرفيا باجي خلاص اللي هو انا خلصانة، يعني انا مش لاقي حاجة تانية اعملها غير انها حرفيا بنام. يعني انا بجد يعتبر ده اول خميس ليا واول جمعة اللي هي بكرة ان شاء الله هيبقى فعليا ان اخدهم اجازة اذاكر. اللي هو انا ما كنتش بعمل حاجة تانية غير اني بنام في اليومين دول بجد والله. النوم كان واخد وقتي لان انا بصحى بدري جدا من الساعة 8 الصبح. يعني انا مش بصحى 8، هو المفروض ابقى في الكلية قبل 8. فانا بصحى الساعة 5 بالظبط، اصلي الفجر وانزل. يعني حرفيا انا بنزل من بيتنا الساعة 6 بالظبط، 6 بالظبط الدنيا كحل ضلمة. فانا حرفيا ببقى هناك من 8 ل 8 هناك. فلا اوكي، عايشين حياتنا زي ما احنا عايزين كده. ده اول يومين في الاجازه بقى فعلا ان هو لازم اذاكر بقى. ليه؟ عشان الميد ترم قرب، انا امتحاناتي خلاص قربت. فاللي هو عارفين الميد ترم ده انا اخر مره امتحنته. يعني فكره الميد ترم دي كانت موجوده زمان في المدارس بس اتلغت بعدين. ففكره ان احنا رجعنا لها تاني في الكليه فانا مش عارفه اتاقلم على الحوار، بس تمام هتأقلم. هحاول اخلص المحاضرات اللي عليا. انا عندي 6 مواد يا جماعه. بقى نشوف هنعمل الاول مع بعض جدول، نعرف التقسيمه اللي عندنا، ايه اللي ناقصني، ايه اللي انا ما عملتوش لسه، ايه المحاضرات اللي انا ما سمعتهاش خالص ولا جيت جنبها، ايه المواد اللي انا ما جيتش جنبها حرفيا. خلونا دلوقتي هنعمل ايه. هنفتح التابلت مع بعض. ده تابلت الثانويه يا جماعه، انا بشتغل عادي عليه جدا، خرجت من المنظومه بجد يا جماعه. تابلت الثانويه العامه مساعدني جدا بعد ما خرجت من المنظومه ان انا اذاكر عليه. حتى عشان مساحه التابلت مش كبيره قوي، عشان نبقى واقعيين، مش مساحه التابلت هي اللي هتساعدني في المذاكره. وانا حاجات كتيره جدا، PDF والريكوردز والحاجات كتيره قوي، والفيديوز والحاجات اللي انا بعملها. حتى انا بعمل عليه الايديت بتاع القناه، فده ساعدني بشكل كبير جدا ان انا انقل حاجات كتيره من على الموبايل للتابلت. يعني مساعدني بجد بشكل كبير. فانصحكم ان انتوا تعملوا حاجه زي كده لو انتوا في الكليه، خصوصا الكليه بصراحه تساعدكم في حاجات كتيره بجد. والمذاكره على التابلت يا جماعه خرافيه بجد، مريحه والله بجد مريحه، احسن من التابلت. انا احسن من اللابتوب، سوري، احسن من اللابتوب. انا كنت في ثانويه عامه طبعا زي ما انتوا عارفين كنت بذاكر على اللابتوب عادي جدا، بس انا اللاب بتاعي قرر بعد ثانويه عامه ان هو يقف. قطعه الغيار بتاعته محتاجه ان انا اجيبها من بره، ف انا معيش حاليا ان انا ادور على القطعه الغاليه قوي دي، فسايبها على كده. فالحمد لله التابلت المدرسه مساعدني جدا في المذاكره ومريح جدا في المذاكره. تقدروا حتى تبحثوا في فيديوز كتير على الانترنت، هتلاقوا ناس كتيره بتحب مذاكره التابلت او الايباد اكتر من اللابات نفسها. حقيقي بجد مريحه جدا. بجانب ان لو حد بيحب ان هو يكتب بالورقه والقلم عادي جدا تقدروا تكتبوا، وفي نفس الوقت التابلت في الخاصيه دي، وخصوصا لو معاكم القلم الالكتروني اللي بيكتب يعني على التابلت وكده. بس انا حاليا ما عنديش القلم ده ان انا اكتب بايدي، فبحاول اظبط الحوار وبيبقى مظبوط معايا الحمد لله. اني بالظبط باقي اسبوعين على الميد تيرم بتاعي، فمحتاجه ان انا اعرف الدنيا اللي حواليا، ان انا مفروض ابقى فين بالظبط، ما خلصتش ايه وخلصت ايه. وعشان في اكيد محاضرات جايه في الاسبوعين دول، حاجات جديده معرفش اذا كانت داخله كلها في الامتحان ولا لا، فمحتاجه ان انا اظبط دنيتي عشان ما يتراكمش عليا جزء كبير جدا، يعني اللي هو حاجات كتيره قوي. محتاجه ان انا اراجع على كل حاجه كتبتها في النوت بوك بتاعتي واشوف انا هعمل ايه. فخلونا دلوقتي نبتدي مع بعض. نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللي احنا هنعمله ان نفتح بنترست ونجيب من عليه اللي هو عارفين اللي الناس بتجهز تو دو ليست كده جاهزه،
فانا هاخد الفوتو واحطها على التطبيق وابدا ان باذن الله اكتب عليه. فخلينا نكتب to do list asset. اوكي، محتاجين نختار to do list كده محترمة كويسة شكلها حلو، عشان الحوار ده مهم جدا بالنسبة لي. بحب اكتب في حاجات مهمة كده يبقى شكلها حلو ومنظمة، واعتقد هنستخدمها دايما. فعجبني اللون الازرق ده. تصميم دي لان فيها الساعات بشكل يومي، دي هتبقى للشكل اليومي عموما، فيها الوجبات واي حاجة انا حابة اضيفها زيادة. وهنا اخترت الاتنين دول طبعا، الازرق والاخضر، يعني كتغيير ما بينهم هما الاتنين لاني بحب اللونين دول جدا. فقررت ان انا استخدمهم لجدول الاسبوع، اكتب ملخص الحاجة اللي هتتكتب في الاسبوع نفسه. جهزت هنا ان انا كتبت ان هو من يوم ايه ليوم ايه بتاع الاسبوع ده، وهو شهر نوفمبر اللي جاي. فخلينا نكتب الاسبوع ده هنعمل فيه ايه. مثلا عندنا يوم الحد كتبت انه ان هرجع من الكلية على الساعة 7 كده، اعتقد ده اقل يوم عندي. خلونا نكتب دلوقتي المهام. كون كتبت جدول الاسبوع كملخص للي انا هعمله. ف دلوقتي نبتدي نكتب اللي هنعمله النهاردة، تمام. وبعدين عشان انا بدأ اليوم النهاردة متأخر شوية، فمش مهم، هنضطر ان احنا نكتبه دلوقتي. حرفيا انا حاليا قاعده بعمل لكم اديت للفيديو اللي هينزل لكم ده، يعني فيديو قصير جدا يخص اكتر الدراسه. يعني انا حرفيا مش عامله فيه حاجه قوي، يعني غير ان انا شرحت لكم عن الدراسه عندي ماشيه ازاي شويه، وانه هو في نفس الوقت يشبه الستادي ويز مي كده، يعني مفيش حاجه قوي. حبيت اني انزله لكم بدري عشان انا امتحاناتي قربت، فحبيت اني اعمل لكم بقى فيديو تاني خالص يخص الامتحانات. الفيديو ده ان شاء الله لما اخلص امتحانات هبدا اعمل له اديت وانزله لكم.
انا لسه مصورتهوش، لسه هبتدي فيه من النهارده عشان انزله لكم. فالفيديو ده انا هنهيه معاكم لحد هنا كده ان شاء الله. اتمنى تكونوا حبيتوه، اعتبروه كفيديو ستادي ويز مي او يخص الدراسه شويه. يا رب تكونوا حبيتوه. مش عايزه اتاخر عليكم، فعشان كده اللي هيطلبوا مني ان انزل لهم فيديوز سريعه، فحبيت ان انا انزل لكم الفيديو ده. يرمي الفيديو ده على كده، وانتظروني في فيديوز جديده ان شاء الله. بحبكم جدا، السلام عليكم.